اهلا بيكم، انا اسماعيل وده يو اكس توك بالعربي. واضح طبعا لابس بيجامه النهارده ليه؟ عشان هنتكلم عن الفريلانسنج. هقول لك على شويه نصايح تاخد بيهم كده وتعملهم لما تيجي تتعامل مع اي كلاينت في اي شغل فريلانس. اول حاجه، قول لا. لازم تقول لا. احنا دايما، وانا كمان بالمناسبه، ساعات كتير قوي بنوافق على اي بروجكت عشان محتاجين الفلوس، وبعد كده بلبس في 600 الف تعديل بمبلغ تافه اصلا بيتصرف على صحتي. فلازم يكون عندك الثقه انك تقول لا، وده بيدي انطباع للكلاينت ان انت عندك مبدأ في موضوع الفلوس ده، وان انت مش مدلوق، مش مضطر ان انت تشتغل الشغل ده بالمبلغ ده. انت مثلا ما ينفعش تروح لدكتور تمن الكشف بتاعه 200 جنيه، فتقول له معلش احنا هنبقى زباينك وبتاع، خلينا لنا ب 40 وانت هتبقى دكتور العيله والجو ده. خلاص، هو 200 بتروح تدفع 200 وخلاص. حتى لو انت خسرت الكلاينت ده مش مهم، لكن المهم ان انت كسبت صحتك النفسيه والعضويه. والموضوع مش بيحصل في يوم وليله. انا بقالي فتره طويله جدا ما عملتش فريلانسنج لاني حسيت ان انا بقيت مطمع بصراحه. اهم حاجه تحب اللي انت بتعمله، تبقى واثق في نفسك. تاني نصيحة، خد اي مقدم حتى لو 20% بس عشان تضمن حقك. الموضوع ده برضو بيدي فكرة للكلاينت ان انت عندك مبدأ، وهيخليك انت ملتزم، وهيخلي الراجل برضو ملتزم. الفخ ده اغلبنا بنقع فيه عشان خايفين نقول للكلاينت على موضوع المقدم ده فنخسره، لكن بالعكس يعني الموضوع بيخلي الموضوع بروفيشنال اكتر، بيخلي شكلك احسن كمان، وهيخلي الموضوع اصلا ان انت مش هتبقى قلقان، وهتفضل شغال كده وانت مطمن خلاص، ضامن بقية فلوسك، او ضامن خلاص ان انت خدت جزء من المبلغ، فهيخليك انت مرتاح نفسيا فتعمل شغل احسن. تالت نصيحة هقولها لك، نظم وقتك. كتير مننا بيكون شغال في موضوع فريلانسنج ده بيكون عنده مشكلة بتاعة تنظيم الوقت، لانك انت عندك حرية اكبر، مش مضطر تروح تشتغل 9 ساعات وترجع تاني خلاص يبقى اليوم بتاعك. لا، انت تقريبا شغال طول اليوم، فانت لازم تنظم وقتك، لان انت هيبقى عندك مشكلة ان انت مثلا هخرج مع اصحابي دلوقتي، لما ارجع ابقى اكمل، طب هسهر عليه بالليل، بعدين في الاخر ما تسهرش، تصحى الصبح طب لما اصحى، فبتلاقي الموضوع باظ منك. فانت لو تعمل لنفسك كالندر كده وتمشي عليها، حط فيها مثلا الساعة كذا هعمل كذا، الساعة كذا هعمل كذا، وتلتزم بيها بالظبط. يعني مثلا لو انت هتتغدى الساعة 4، خلاص اوكي، الساعة 4 بالظبط تروح تتغدى وترجع تكمل تاني. فهتلاقي نفسك انت اتعودت على الموضوع ده، هتلاقي نفسك انجزت كمان في الشغل بشكل كبير. رابع نصيحة، ادي لنفسك قيمة. لان كتير مننا بيكون اللي هو مثلا، انا مش عارف انت الشخص ده ولا لا، بس في ناس كتير بتبص للديزاين كده بعد ما تخلصه بشوية، تحس لا في غلطات، او لا شكله مش عاجبك محتاج تعديل، فتحس ان انت دايما محتاج تعمل حاجة احسن. فانت ما ينفعش توصل الفكرة دي للكلاينت خالص عشان يفضل واثق فيك، لان انت لو انت فضلت متواضع زيادة عن اللزوم، هو هيحس ان ايه الديزاينر اللي اي كلام ده اللي هشتغل معاه، مش هيطمن لك. فلازم يكون مرتاح معاك، لانه هيحس ان المسؤول عن شغله دوت انسان مهزوز كده، او ديزاينر مش اللي هو برضو في دماغه. يعني هو اوتوماتيك كده هيفضل يديلك تعديلات هيهريك. في نفس الوقت ما تبقاش انت ديزاينر لسه بادئ كده وتاخد مثلا كوربريت كبيره عايزه تعمل بروجكت وتعمله انت وتقول انا جامد انا هعمله بتاع، لان الموضوع ده هيخلي شكلك وحش في الاخر طبعا. فانت اهم حاجه برضو انك تعرف قيمه نفسك، هتقدر تعمل الشغل ده كويس ولا مش هتقدر، عشان ما تضحكش على حد في الاخر. خامس نصيحه، خليك واضح من اول البروجكت لحد ما تسلمه. يعني مثلا هتتفق على كل حاجه من الاول، ويا ريت يكون في كونتراكت ما بينكم. لما مثلا انت خلصت اول مرحله في الديزاين او في البروجكت ده، هتبعتها له بالايميل، فالايميل ده يكون برضو واضح فيه كل حاجه. تقول له مثلا انا خلصت الجزء ده من البروجكت ده اللي كانت فيه الليسته كذا 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 كذا، والحاجات اللي خلصت هتعمل عليها تشيك كده اهو، فكل حاجه هتبقى باينه. فهي حاجه سخيفه شويه بصراحه، بس دي هتحسس برضو الكلاينت ان انت بروفيشنال، وهتخلي كل حاجه واضحه ما بينكم، وهتخلي الراجل فعلا يحس انك هتحل له مشكلته. في حاجه خطيره اتعلمتها مؤخرا كانت مودياني في داهيه، ان انت لما تبعت للكلاينت وتقول له ادي الشغل اهو، بص عليه كده وقول لي ايه رايك. كده انت فتحت حنفيه تعديلات هتلبس في وشك ومش هتخلص. هو كده كده هيبعت لك تعديلات برضو. لما هو يبعت لك تعديلات سواء كتير او حبه صغيرين، انت بتشوف ايه بالنسبه لك اللي ممكن يخلص اسرع، وايه بالنسبه لك اللي ممكن هياخد وقت، ايه اللي ممكن يتعمل دلوقتي، وايه اللي قشطه ماشي ممكن نعمله في الاخر، وتعرفه الكلام ده كله. برضو تقول له التعديلات دي اوكي ماشي، انا استلمت منك تعديلات، والتعديلات دي هيتعمل منها كذا 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 كذا. وفي بقى انت مراحل بتاعت كل فترة معمول لها تواريخ، فهتعرفه برضو ان التواريخ دي هتتغير بناء على تعديلاته دي. فانت لو حاسس ان في اي مشكلة في ميعاد التسليم، لازم تعرفه من قبلها.
عشان برضو يعني ما تضحكش عليه، لان هو هيتصدم في الاخر لما انت تلاقي مثلا هو متفق معاك ان انت مثلا هتخلص يوم 15/2، فانت ناوي انت تخلص اصلا 30/2 مثلا. مفيش 30/2 طبعا، مفيش الكلام ده، لكن مثلا 2 مارس. لو حاسس ان في اي حاجه مش منطقيه في التعديلات اللي هو قايل لك عليها، برضو لازم تعترض، تقول له لا ده مش منطقي عشان كذا 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 كذا، برضو هيحس انك فاهم. في حاجه كمان مهمه، ان هو لو الكلاينت باعت لك تعديلات، والتعديلات دي فيها واحد منهم كده انت مش فاهمه كويس، بس انت استنتجته وخلاص واشتغلت فيه وضيعت فيه شوية ايام كده، وبعدين هو طلع ما يقصدش كده خالص، ده يقصد حاجه تافهه هتخلص في 5 دقايق. فلو في حاجه انت مش متاكد منها لازم تبعت له تتاكد منه، وتقول له اللي انا فهمته كذا 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 كذا، الكلام ده صح ولا غلط. طيب حاجه اخيره، انت لو انت في الاخر عكيت الدنيا بقى واتاخرت في الشغل وضيعت الدنيا، هتعمل ايه؟ لازم تعتذر. هتبعت ايميل او هتتصل بيه، بس خليها ايميل احسن، هتعتذر فيه. انا عندي مشكله بصراحه مع الناس اللي ما بيعتذروش، فلو سمحت اعتذر وقول له ان انت تاخر، ما تقعدش بقى تبرر كتير بقى، وصل كانت مراتي بتولد والجو ده. خلاص انا اسف، انا غلطت في الموضوع ده كله، وشوف انت ايه اللي ممكن اعمله لك عشان يعوضك قلوب. لان انت محتاج ان علاقتك مع الكلاينت تفضل كويسه، لان هو هيجيب لك شغل تاني، او سواء ان هو ممكن يكلم حد تاني عشان يجيب لك شغل. في الموضوع لازم علاقتك تبقى كويسه مع اي كلاينت بتشتغل معاه، لان احنا بنربي زبون يعني. لو عندك اي اسئله اكتبها لنا في الكومنتس تحت، هنرد عليك بنفسنا. واستنونا في الحلقه، لا الحته دي بس هيقولها. واستنونا في الحلقه الجايه من يو اكس توك بالعربي.